اتكلمنا كتير عن مقدار قوة شخصيات دراجون بول، وخصوصا التحولات والشخصيات الجديدة زي مثلا فيجيتا وتحول الغرور الفائق، واتكلمنا عن جاز ومورو وفريزا وغيرهم كتير. بس لو جينا بصينا على الموضوع من الاول كده هنلاقي ان في شخصية مهمة نسينا نتكلم عليها في النقطة دي، وهو تقريبا السبب في الاحداث دي كلها اصلا، وسبب وصول جوكو وفيجيتا لاي تحول من التحولات الجديدة بتاعتهم، سواء بقى السوبر ساين الاحمر او الازرق او الغرور الفائق او الغريزة الفائقة. والشخص ده بقى هو بيروس. طب وهنحدد بقى قوة بيروس دي على اساس ايه؟ في جزء مهم في المانجا ما ظهرش في الانمي خالص، والجزء ده مهم لدرجة هنفهم منه قوة بيروس عاملة ازاي بالظبط، وقد ايه بيروس مرعب. ايه هو بقى الجزء ده؟ هو بطولة الاكوان. طب ما هو كلنا شفنا بطولة الاكوان عادي، انت مسطول يا عم ولا ايه؟ هو كلنا شفنا بطولة الاكوان، بس مش كلنا شفنا بطولة الاكوان بتاعة حكام الدمار. ودي بطولة زينو ما كانش قادر يستنى لحد ما بطولة الاكوان تتلعب، فجمع حكام الدمار وقال لهم يعملوا نسخة صغيرة من البطولة دي بينهم كحكام دمار يعني، وهو يسلوا شوية. ودي من افخم واجمد الحاجات اللي حصلت في دراجون بول، ومش عارف الحقيقة ازاي حاجة زي دي موجودة في المانجا بس وما جاتش في الانمي خالص. الحقيقة انا عارف ليه وهقولك دلوقتي. ده لان مانجا دراجون بول كانت بتنزل بعد الحلقات بتاعت الانمي، وتقريبا ده اول انمي في التاريخ الانمي فيه يكون سابق المانجا، وهي اللي كانت ماشية على خطى الانمي ومش العكس. الطبيعي ان اي انمي بياخد المانجا ويعمل لها انيميشن او تحريك، وبكده بقى معاك الانمي. دراجون بول سوبر تقريبا هو الوحيد اللي كان العكس، عشان كده ما شفناش العظمة دي في الانمي. المهم نرجع للقطة بيروس. زينو قرروا ان البطولة تتم الاول بين حكام الدمار، ومن هنا وفي البطولة دي هنعرف نحدد قوة بيروس واصلة لفين بالظبط. ومن هنا برضو يظهر لنا تاني اقوى حاكم دمار، او لو ما كانش الاقوى اصلا، لسه مش متحدد مين الاقوى، هو ولا بيروس. والحاكم ده اسمه كيتيلا، على وزن تكيلة كده بس التكيلة حرام. وفي المانجا كيتيلا قال لي بيروس فاكر لما كسبتك فانا كده الاقوى منك، اعترف بقى ان انا الاقوى. فبيروس رد عليه وقال له ده كان في ماتش ريست مش في قتال حقيقي، وقال له كمان انه مش بيخسر القتالات الحقيقية، فمعنى كلامه انه ما خسرش قبل كده. وبعدين كل حكام الدمار قلبوا على بيروس. يا ترى ليه؟ عشان حاجة غير متوقعة خالص. هو الحقيقة هي متوقعة 100%، والسبب بقى في ده هو سون جوكو. هو السبب في الحوارات دي كلها، عشان هو اللي اقترح على زينو انه يعمل البطولة اصلا. وهم كمان كحكام دمار كلهم غصب عنهم بيحاولوا يسلوا زينو دلوقتي علشان ما يقومش يدمر الاكوان كلها. فحكام الدمار كده فكروا مع بعض وقالوا مين بقى اللي بيمثل الكون السابع اللي جوكو منه؟ ايوه هو بيروس. فكلنا عليه بقى يلا. وفعلا كل حكام الدمار هاجموا بيروس، وهنا كانت المفاجأة، ولا واحد فيهم عرف يلمسه حرفيا. ولما جوكو سأل ويس ازاي بيروس بيعرف يعمل كده، ويس قال له ان جسم بيروس بيحس بالهجمات لوحده وبيعرف يتفاداها، معنى كده ان بيروس بيعرف يستعمل الغريزة هو كمان. لكن حاكم الدمار الآلي اللي اسمه موسكو عرف يمسك بيروس. فويس قال لجوكو حتى بيروس كحاكم دمار غير مثالي. يعني ايه الكلام ده؟ معنى كلامه ان حتى بيروس في رتبته دي مش بيعرف يتحكم في الغريزة تحكم كامل، لكن اكيد برضه بيستعملها احسن من جوكو، لكن في نفس الوقت برضه اقل من ويس. وفي اللحظة دي كل حكام الدمار هاجموا بيروس، لكن بما انه بيستعمل الغريزة فتفادى ضرباتهم واخد شامبا وضربه ورماه في الجو. وعشان شامبا شبه بيروس فكانوا بيحسبوه بيروس، وبيروس كل ده كان مستخبي اصلا. وهنا يوريك قد ايه بيروس في مستوى تاني خالص، لانه عمل كل ده ولا حاكم دمار شاف اللي عمله، لان زي ما قلت لك بيروس مستخدم للغريزة بمستوى مش عادي. وبما ان اغلب حكام الدمار راحوا وقتها يهاجموا تشامبا على اساس انه بيروس، فبيروس في نفس الوقت كان مجهز الهجوم اللي هيخلص بيه عليهم. بس لسوء الحظ ان كان معاهم سيدرا، وده حاكم دمار عنده خاصية دروع كده بيعرف يعملها بتحميه من اي حاجة، فحماهم كلهم من هجوم بيروس. ومن هنا يبدأ مكر
بيلموت حاكم الدمار الجوكر. وبيلموت غدر بسيدرا في ساعتها ووقعه، وبعدين كل حكام الدمار دخلوا في بعض بعد الحركه دي، والحلبه حرفيا اتدغدغت لدرجه ان زينو اشتكى وقال انا مش شايف حاجه. وفي الاخر خالص بقى بعد ما كل حكام الدمار وقعوا، اللي بقى واقف هما 2 بس، بيروس وكيتيلا، وقرروا ان هما هيحددوا اخيرا مين الاقوى فيهم، وهاجموا بعض بكل قوتهم. ولكن حصلت حاجه تبين فعلا فرق القوه بين الدايشنكان والمساعدين وحكام الدمار. الدايشنكان اتدخل في اللحظه دي ووقف 2 من اقوى حكام الدمار في دراجون بول بصباعه بس، ولان هم عارفين كويس فرق القوه بينه وبينهم، الاتنين فورا وقفوا القتال. طب كل ده كلام جميل، ايه هي قوه بيروس بقى؟ واصله لحد فين؟ الحقيقه هي ما وضحتش بالظبط، بس زي ما شفنا بيروس عنده تحكم كبير في استعمال الغريزة لدرجة ولا حاكم دمار شاف تحركاته. وده اللي كان بيحصل بين جوكو وجيرين لما جوكو أول مرة اتحول للغريزة. كان جيرين مش شايف أي حاجة وبيتفاجئ باللي بيحصل، وواضح إن ده نفس فرق المستوى بين بيروس وبين باقي الحكام. فبكده كل المقارنات اللي بنشوفها وبتقول إن بيروس وكيتيلا وإن هما أقوى 2 في حكام الدمار، في اللحظة اللي بيروس استعمل فيها الغريزة كيتيلا هو كمان اتخدع وما شافش اللي بيحصل، وراح هو كمان يهاجم تشامبا. فبكده اكيد بيروس هو اقوى حاكم دمار في الاكوان اللي زينو استدعاها في بطولة القوة. ممكن في ناس اللي شافت المانجا هيقولوا لي لما سيدرا عمل الدرع كان كيتيلا مش معاه. اللقطة اللي قبليها لما كلهم شافوا تشامبا وبصوا فوق على انه بيروس، كيتيلا كمان اتخدع معاهم، يمكن بس قرر ما يطيرش معاهم لانه كان مقلق او حاجة، او دي تصرف غريزي منه ما اعرفش، بس المهم انه اتخدع في الاول زيه زيهم. فبكده من وجهة نظري بيروس هو اقوى حاكم دمار في الحكام كلهم. انت بقى ايه رأيك؟ قول لي في الكومنتات. ولو بتحب فيديوهات مقدار القوة اللي زي دي قول لي في الكومنتات حابب تشوف مقدار قوة مين. وكنت عامل اكتر من فيديو مقدار قوة لشخصيات مختلفة، منهم فيجيتا ومورو وجاز وبرولي وفريزا، ممكن تروح تشوفهم لو حابب. وما تنساش بقى اللايك والاشتراك، ورأيك بجد بيفرق معايا كتير جدا. ابقى قول لي ايه رأيك في الفيديو في الكومنتات. وبس يا صاحبي كده الفيديو يكون وصل لاخره. سلام.